السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا برضو دلوقتي نشوف التنظيف ده. أنا بنضف كل 3 أيام. أنا عندي هنا نظام الصاجات طبعا، ما عنديش النظام اللي هي الإلكتروني دي. الشغل القديم ده بنضف الدرج بتاعي ده، بشد الدرج التاني واعمل كده اهو. هنا الدرج بينضف معايا، واخد بالك، بحطه في الدرج الاخير ده واعمله كده اهو. طبعا اخويا محمد جلال لسه هيفرق معايا، فمهدر الدورة جامد. اقول له يا ابني الدورة كترة، كل ما يطلع يلاقي الحمام جعان، يعني هو مثلا يطلع العصرية، بيطلع بالليل ساعات يلاقي الحمام يفضل يهوي يخبط، يروح كلفه تاني. يا عم ما انت لو قفلت النور نص ساعة وفتحته هتلاقي الحمام بيخبط وعايز ياكل تاني برضه. عمال يقدر لي في الدورة اليومين دول بطريقة جامدة، بس هو لسه بيتعلم، فأنا مش مستعجله يعني. عندي شوية رميات، مفيش حاجة بتترمي طبعا، أهم حاجة ما تترميش. عندي بره شوية رميات سايبين، بروح رامي ده على السطح الصبح بالصلاة على النبي، بنلاقيش زراير في الزبل ده، وبنرجع نلمه ونعبيه ونروح لحال لطريقه بقى، اذا كان حد بيجي ياخده او اذا كان بنرميه. اهم حاجه النظافه دي برضه في السلاكه مهمه. في ناس بيبقى عندها بيبان خشب زي دي يا بيبو، دي بتتكحت بالسكاكين برضه، ولازم تنضف لانها بتبقى رخمه طبعا، بس لازم تتنضف على الاقل كل اسبوع ولا كل 5 ايام. انا عندي هنا كل 3 ايام الصاجات دي لازم تنضف كده اهو. الشغله بتاعت استنى انا هنا الشغله دي بتاعت تلت ساعه مثلا. عايز اطول على حضراتكم. شتك يبعد عنها اي حاجه وحشه، اي مرض، اي حشرات. تمام. عندي حماميه هنا، حماميه سودا شقلباز. تعالى فيهم كده. اللهم صل على النبي. حصت النهارده كام في الشهر؟ واحد. النهارده 2 ولا 1؟ النهارده 1. تمام. بكتب 1 هنا، بحط الكارت ده كده اهو، مش محتاج اي صعوبيه. ده الحماميه دي باضت يوم 1. في ناس بتكتب في دفاتر، وفي ناس بتكتب على الحصب، كل واحد وليه وجهه نظر تحترم. انا بالنسبه لي كده خلاص، الحماميه دي يوم 1 باضت، كتبت زي كده اهو. برضه لو حد عنده حاجه افضل يقولها لنا، ودي طريقتنا. 1 واخد الصاجات دي طبعا. بعد ما باخد الصاجات دي بجيب المسح دي بالليفه والصابون السائل مثلا او البريل، وابتدي اغسلها برضه، اطهرها لهم واروق لهم عليها على الاقل كل اسبوع او كل 10 ايام. انا قلت برضه اوريكم الطريقه بتاعت التنظيف مع الطريقه اللي هي بتاعت البيض، اللي هو الحمام بيحصي. ما تكتبش على البيضه، ممكن تكتب على الورقه، واخد بالك، ويبقى ده افضل من ان انت تكتب على الحصوايه. واهم حاجه تصلي على النبي، طول ما هي ورقه باينه قدامك كده على الباب بتذكرك ان فرد الحمام ده هيفك مثلا بعد 20 يوم، بعد 21 يوم، غير ما هو مكتوب على الحصوايه. ممكن برضو في فكره كمان، لما باجي احضن بكتب اسم القص
اللي هو هنحضر له، اذا كان اخضر، اذا كان فحمي، اذا كان صافي، اذا كان بنيدي، بيتكتب عليها هنا اسم فرد الحمام اللي اتحضر له وبتتحط عند قص التحضير. يا رب يكون الفيديو عجبكم وما اكونش طولت عليكم. ما تنسوش الاشتراك والدعم عشان خاطر القناه تكبر ونقدر نفيد بعضينا. وشكرا لحضراتكم.